دمر بشرتي، مش عايزه اقول لكم بجد، دمر بشرتي، طلع لي حبوب. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا، قبل ما ابدا في اي حاجه، انا بجد بجد عاوزه اشكركم على رد فعلكم على الفيديو الاخير. انا انبسطت جدا من رد فعلكم وانكم شجعتوني وقلتوا لي كلام حلو جدا، فشكرا لكم بجد. ده غير ان كمان معظمكم سالني عن موضوع روتين العنايه بالبشره، وده اللي لاحظته، فده اللي خلاني اعمل الفيديو ده. الفيديو ده هنتكلم فيه عن روتين العنايه بالبشره من طقطقه كده للسلام عليكم. كل اللي انا عاوزاه منك دلوقتي انك انت هتجيبي ورقه وقلم وتكتبي ورايا. بصوا، هنتكلم النهارده عن 3 حاجات اساسيه في روتين العنايه بالبشره. لو ما طبقناش واحده منهم، انسي انك انت تلاقي نتيجه. انسي خالص انك تلاقي نتيجه. لازم ال3 دول يبقوا مترابطين مع بعض وموجودين مع بعض. موضوع بقى المنتجات والغسول والحاجات دي هتبقى في المرتبه الثالثه. دي اخر حاجه خالص هنتكلم فيها، لان اصلا خطوتها هي الخطوه الاخيره. اهم حاجه الاتنين اللي انا هقولهم في البدايه دول. اول حاجه هنتكلم فيها وهي صحه جسمنا. بالظبط كده. بصي، عايزه اقول لك على حاجه، مثال قريب جدا. بشرتنا دي عامله زي الارض كده. الارض دي لو انت ما غذيتيهاش بالميه وحطيتي الغذاء بتاعها وحطيتيه وشبعتيها بالميه، عمرها في حياتها لو انت دهنتيها من على السطح كده بدهب، عمرها في حياتها ما تطرح. مش هتلاقي لها طرح خالص، لان هي ما وصلهاش الغذاء اللي هي محتاجاه. فبالظبط جسمنا نفس الموضوع. جسمنا لما بيكون تعبان وبيكون ناقصه حاجات معينه، هو بيديلك رد فعل على بشرتك وعلى شعرك. بتلاقي بشرتك مجهده، بيطلع لها بقع حبوب، وشعرك بيقع وبقى ناشف. فده بيكون رد فعل لازم تفهميه ان جسمك ناقصه حاجات وعاوزك انك انت تعوضي بيها. طيب هنعمل ايه في الحالة دي؟ اول حاجة هنعملها ان احنا هنروح نعمل تحليل دم شامل. بالظبط، تحليل دم شامل. اول ما تعملي تحليل الدم الشامل، بتشوفي الحديد، بتشوفي الزنك، بتشوفي المغنيسيوم، بتشوفي الفيتامين د، بتشوفي العناصر الغذائية المهمة دي، تشوفيها اذا كانت ناقصة زيادة عايزة تتظبط. بتاخدي التحليل ده وبتروحي بيه للدكتور، بيكتب لك بيه بقى الجرعات المناسبة اللي محتاجها جسمك. اوعي تجيبي اي حاجة منك لنفسك كده. في حاجه برضو اسمها الكولاجين، لازم تعوضي جسمك بيها. الكولاجين ده من بعد سن ال25 بيبدا يقل جدا افرازه في الجسم. والكولاجين ده هو المسؤول عن شد الوش ونضاره البشره وصحه الاظافر وقوه الشعر. يعني عنصر مهم جدا لازم تعوضيه. وباخد هوريكم يعني ده، باخد ده عباره عن حديد وزنك ومغنيسيوم مع بعض. وباخد اوميجا 3، اهم حاجه اوميجا 3. وباخد فيتامين د. وده كولاجين بس، وده كولاجين بس اللي هو الجميل. اقول لكم ده بيكون شكل الجامي كده. بتاخدوا واحده في اليوم. دي الحاجات اللي لازم تعوضوا جسمكم بيها، وما تاخدوهاش غير باستشاره من الدكتور لما تعملي تحليل الدم، علشان خاطر يكتب لك الجرعات المناسبه ليكي. تاني حاجه بقى وهي الاكل. بصي، انا مش هقولك تعملي دايت واكل صحي والكلام ده خالص، لان انا اصلا من الناس اللي بتدب في الاكل. انا ما بسيبش، باكل محشي، مكرونه بشاميل، فراخ صينيه فراخ بالبطاطس، اي اكل انا باكله. هي الفكره في ايه؟ ان يومنا كله ما يبقاش معتمد على الاكل ده وبس، يبقى فيه توازن يا بنات في الاكل. يعني اهم حاجه تبداي يومك بيها هي وجبه الفطار. لازم تفطري، لازم 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 تفطري. لو حتى بيضه واحده بس مسلوقه مقليه زي ما بتحبيها، لازم تاكليها على الفطار. ما تسيبيش نفسك كده من غير اكل طول اليوم. ولازم تدخلي بروتين لجسمك اول اليوم. لو مش بتحب البيض، شوفي شوفان، شوفي اي حاجه، المهم يكون في حاجه فيها مصدر بروتين تدخليه وتبداي بيها يومك. البروتين يا بنات. بعد كده بتعملي الغدا بتاعك زي ما انت تحبي، وبتاكلي الغدا بتاعك زي ما بتحبي. هي الفكره والتاتش اللي انا عملته في موضوع الغدا، ان انا غيرت موضوع الزيت اللي انا بطبخ بيه. يعني انا مثلا كنت بجيب زيت عباد شمس وزيت ذره، لا غيرته وبقيت اجيب زيت زيتون طبيعي، او زبده طبيعي، فبقيت بطبخ بيها الاكل عن الزيوت التانية المهدرجه. في اصح واحلى، وبتحسي ان الاكل بقى خفيف شويه. تالت حاجه العشاء، تاخدي سناكس بسيطه على العشاء، وهي بتكون مثلا خضار، فاكهه. يعني اهتمي بالحاجات دي. يبقى انا هقول لك الخضار والفاكهه والميه والبروتين، البيض، لازم يكونوا جزء اساسي موجودين في يومك. تمام. تمام. دي تاني حاجه. من موضوع الفيتامينات
وموضوع الاكل بتاعنا. دول الحاجتين الاساسيتين اللي هيظبطوا لك جسمك من جوه، وهتلاقي نتيجه فعلا جباره من بره، وهتلاقي جسمك فعلا بيستجيب وبيديلك رد فعل كويس جدا على بشرتك وعلى شعرك وعلى ضوافرك. نيجي بقى على تالت حاجه، وهي روتين العنايه بالبشره من بره. ازاي هنعتني بقى ببشرتنا من بره، وايه هي الخطوات اللي المفروض نعملها على بشرتنا كل يوم، وكمان في خطوات بنعملها اسبوعيا لبشرتنا. بصي، في نقطه كده لازم اتكلم فيها الاول، ان انت لازم تعرفي نوع بشرتك ايه قبل ما تستعملي اي منتجات. متروحيش تشتري اي منتجات غير لما تعرفي بشرتك الاول نوعها ايه. دي اهم حاجه علشان خاطر ما ترميش فلوسك على الارض. انا هقولك دلوقتي على حاجه بسيطه هتعمليها في البيت هتعرفك نوع بشرتك ايه. انتي هتقومي تغسلي وشك دلوقتي بالغسول وتنشفيه، وهتسيبي بشرتك كده من غير ما تحط عليها اي منتجات خالص، تغسليها بالغسول وبس، وتسيبيها بقى لمده ساعه. تشوف بشرتك احساسها ايه بعد الساعه دي. لو حسيت ان بشرتك ناشفه من كل الجهات، من عند القوره ومن عند الخدود ومن عند النقط، ناشفه كده وبتشد، فانت بشرتك من النوع البشره الجافه. حسيت ان بشرتك بقت مزيته وبتلمع كده من غير ما تحط عليها اي منتجات، فانت بشرتك من النوع الدهني. لو حسيت ان بشرتك مفيش اي فرق، عادي خالص، زي ما غسلتيها زي ما غسلتيهاش، فانت بشرتك من النوع اللي هي العاديه. لو حسيتي بقى ان بشرتك حرف التي ده اللي هو القوره وعند المناخير كده، ده حرف التي، لو حسيت ان هو مزيت وباقي البشره من عند الخدود والدقن ناشف وبيشد، فانتي بشرتك مختلطة زي حالاتي كده. تمام؟ ده الاختبار ده اعمليه علشان تعرفي الاول نوع بشرتك ايه. ده اهم حاجة. بعد كده بقى لما بتحددي نوع بشرتك، بتشوفي ايه هي المنتجات المناسبة ليكي وبتروحي تشتريها. تمام يا بنات؟ لازم تركزوا في الحاجات دي، اكتبوا ورايا. انتوا بتكتبوا ورايا ولا لا؟ لازم. هندخل بقى على الخمس خطوات الاساسيه اللي المفروض نعملهم لبشرتنا يوميا. ايه هما بقى الخمس خطوات دول؟ اول حاجه الغسول. الغسول ده خطوه مهمه جدا، بيزلك اثار الاتربه والدهون المتراكمه الموجوده في بشرتك. لو انت كنت حاطه مكياج ولا اي حاجه، بيشيلك البقايا اللي موجوده من المكياج. لو حطيت اي كريمات او اي سيرم او اي حاجه على بشره مش نظيفه مش مغسوله، هتلاقي النتيجة عكسية تماما. هتلاقي في حبوب بتطلع لك وفي بلاوي زرقاء بتحصل في بشرتك. فأهم حاجة الغسول. تمام؟ انتوا سألتوني على اسم الغسول اللي انا استعملته في الفيديو اللي فات، دولس ميلك بابل ميلك. حلو جدا جدا جدا، حبيته قوي قوي. من النوع اللي هو بينظف البشرة وفي نفس الوقت بيسيبها بملمس لطيف وحلو وناعم، مش بينشفها كده وكده. يعني انا هقول لكم دلوقتي على الغسولات انا جبتها، رحت جبتها ما كانتش مناسبه جدا لبشرتي ودفعت فلوس فيها، والله كانت غاليه جدا. بصوا، اول غسول والله هتتصدموا منه، مشهور اصلا اللي هو الانوا ده، غسول اللي هو الزيت الاويل، دمر بشرتي. مش عايزه اقول لكم بجد، دمر بشرتي، طلع لي حبوب صغيره، فسفيس اللي هي الصغيره على القوره ومن عند الدقن وكده. وبيقولوا قعدوا يقولوا بيمسح الميك اب بنسبة 100%، ولا بيمسح الميك اب. غير لي وشي، يعني حسيت ان وشي كله متغير. ما انا لما كنت بمسح المسكرة اجي افتح عيني بحس بتقل رهيب على عيني، وعيني مزغللة ودخل فيها مواد وحشة والتهبت خالص، فما حبيتهوش خالص خالص. الغسول التاني بقى اللي هو ده الجل ده، الغسول ده برضو غالي جدا، اشتريته استعملته مرتين وبس، استعملته مرتين واتركن. بينشف البشرة بطريقة غبية، بشرتي بتحكني من كتر ما هو بينشف البشرة، فما حبيتهوش خالص. فالمنتجات والله مش من ناحية بقى غالية ورخيصة، هي من ناحية انك تختاري المناسب لبشرتك وبس. تاني منتج وهو التونر. تمام؟ التونر ده يعني في ناس بتكنسله، مش بتحطه في الروتين بتاعها، بس انا بالنسبه لي بحس ان هو مهم جدا. بيشيلك بقايا غسول، لو لسه في غسول بقايا غسول ولا حاجه على بشرتك بيشيلها لك عشان بشرتك ما تنشفش وتجف. بيهيئ البشره انها تستقبل بقى المنتجات اللي بعد كده زي السيرم المرطب، لانها بترجع توازن البشره الطبيعي تاني ليها اللي هو البي اتش. هوريكم التونر اللي عندي. بص، انا بستخدم اللي هو التونر بتاع انوا ده، بستخدم التونر اللي هو بتاع انوا ده. بص، هو بيجي اصلا بالبادز بتاعته، يعني التونر موجود وفيه البادز بتاعته. تمام؟ بطلع البادز فيها التونر بالملقط ده وبحطها على بشرتي على طول.
فبجد ده حلو جدا برضو، من عجبني. وفي برضو هنا التونر ده من غير بقى، بس انا بحطه على ايدي على وشي وبشرتي على طول. تالت حاجه بقى وهي اهم حاجه هو السيرم ده انا بسميه هو الغذاء الحقيقي للبشره بجد. هو ده القنبله، لانه هو اصلا بيخترق طبقات عميقة جدا من البشرة، بيدخل لطبقات عميقة جدا من البشرة بقى. أنواع اللي بيعالج لك الحبوب وأثر الحبوب والتصبغات، اللي بيعالج لك الجفاف، في انواع كتيره على حسب المشكله اللي عندك انت بتختاريها. عندك يعني أنا مثلا حاليا بعالج موضوع اللي هو اثار التصبغات اللي كانت موجوده عندي من الشمس، لان انا للاسف ما كنتش بحط سان سكرين، فظهر لي بقع بيضه، بس الحمد لله يعني بدات تخف الحمد لله. فانا جبت مجموعه انوا دي، جبت المجموعه بتاعه الانوا دي لعلاج التصبغات، سيرم والتونر وكده. فده السيرم اللي انا بستعمله حاليا للتصبغات واثار الحبوب، عجبني جدا وحلو جدا، وده اللي انتوا شفتوه في الروتين المره اللي فاتت. رابع خطوه بقى معانا وهي الترطيب. الترطيب يا بنات، بصوا الترطيب ده انا بسميه ان هو عامل زي القفل كده اللي بيقفل على البشره، علشان خاطر السيروم والتونر دول ما يتبخروش ويطيروا، ان هو بيعمل طبقه خارجيه كده للبشره بتحمي بشرتك، فبتلاقي بشرتك فيها جلو كده وناعمه وطريه لفتره طويله، لان هو بيقفل على المنتجات اللي انت حطيتيها قبل كده. ده غير ان هو كمان بيرطب لك الطبقه السطحيه للبشره من بره، فحلو جدا. لازم 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 ترطيب. خامس خطوه وهي السان سكرين. عايزه اقول لك بقى انك انتي لو عملت الاربع خطوات الاولانيين اللي انا قلت لك عليهم دول وطلعت بره في الشمس من غير ما تحطي سان سكرين، انتي ما عملتيش اي حاجه خالص، ولا كانك عملت اي حاجه خالص. انا جايه لك اهو بقول لك انا قعدت بعالج التصبغات دي بسبب موضوع السان سكرين اللي ما كنتش بحطه، وكنت بطنش واطلع على الشمس كده. لازم تحطيه على بشرتك، من غيره الشمس هتحرق بشرتك وهيظهر لك بقع وتصبغات، كمان هيطلع لك تجاعيد في بشرتك بشكل سريع جدا. فاهم حاجه خطوه السان سكرين. لو عملت الاربع خطوات اللي فاتوا دول من غير السان سكرين وطلعت في الشمس، ولا كانك عملت اي حاجه خالص، متستنيش اي نتيجه تبان على بشرتك. 5 خطوات دول انت مش بتعمليهم الصبح وبالليل، لا انت بتعمليهم مره واحده بس في اليوم، يا بتعمليهم الصبح يا بتعمليهم بالليل. انا بالنسبه لي بفضل ان انا اعملهم بالليل، لان الجسم بيمتص الحاجات ديت بالليل بطريقه اسرع، وكمان جسمنا اصلا بيجدد خلاياه بالليل واحنا نايمين. فبالنسبه لي بيكون احسن جدا ان انا اعمل روتين العنايه بالبشره الكامل ده بالليل. الصبح بقى لو انا عملته بالليل، روتين الصبح بالنسبه لي لو انت بشرتك عاديه او جافه، يا دوبك بس بتحطي مرطب والسان سكرين. لو انت بشرتك من النوع بقى الدهنيه وبتعمل زيوت وكده، ممكن تغسليها بغسول لطيف شويه على البشره، وبعد كده تحط المرطب والسان سكرين. بس كده، ده الروتين بتاع الصبح. في بقى خطوتين مهمين جدا لازم تعملوهم من مره لمرتين في الاسبوع على الاقل، وهو الماسك والجواشة. الماسك ممكن تعملي ماسك طبيعي جدا في البيت على حسب الحاجه اللي انت عاوزاها، هنعمل ماسكات كتير برضو مع بعض. او ممكن تعملي ماسكات ورقيه زي دي الماسكات الورقيه اللي انا بستعملها. ممكن تعمليها ماسكات فيها هيالورونيك اسيد، ماسكات فيها فيتامين سي، ماسكات فيها تحفيز كولاجين، على حسب احتياجاتك ممكن تعمليها. وفي كمان الجواشة دي يا بنات مهمة جدا جدا جدا. عارفين عاملين زي كأنكم بتحطوا فيلر روبوتكس في البيت، بتشد الوش جدا وبتعمل نحت للوش، وبتخفي لك الخطوط الابتسامة والتجاعيد اللي موجودة. يعني حلوة وبتنشط لك الدورة الدموية في البشرة. ولو مش عندكم الجواشة دي عادي انتوا ممكن تعملوها بايديكم، بتعملوا كده وبتشدوا بقى بالحركات تبع الجواشة. وكل ده هنعمله مع بعض خطوة خطوة بعد كده في فيديو مفصل بعمل معاكم الروتين ده. انا في الفيديو ده بقول لكم على الخطوات الاساسية اللي المفروض نتبعها في روتين العناية بالبشرة، من اول صحة الجسم والاكل، وبعد كده بالمنتجات. بعد كده ان شاء الله هطلع لكم بفيديو مفصل كده، يعني هنحط بقى الغسول وكل المنتجات دي خطوة خطوة مع بعض، وهنشوف الجواش دي بنعملها ازاي مع بعض، والماسكات نعملها ازاي مع بعض. كل ده هنتكلم فيه مع بعض فيديو تفصيلي تاني برضه. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، يا رب اكون قدرت افيدكم ولو حتى بمعلومة صغيرة جدا. لو في عندكم اي استفسار او اي حاجة معينة عايزين تتكلموا فيها قولولي في الكومنتات، واحنا ان شاء الله هنناقش مع بعض الحاجات دي. ولو عجبكم الفيديو متنسوش تفعلوا الجرس وتعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.